كان في بنت صغيرة اسمها نيلي. كانت دايما تقف تبص على الأطفال وهم راكبين العجل في الشارع وتقول لنفسها: نفسي أتعلم أركب عجلة زيهم، بس خايفة أقع. مامتها تسمعها وتخرج لها بابتسامة لطيفة وتقول: ولو وقعتي يا نيلي كلنا بنقع، المهم تقومي تاني. تبصلها نيلي وتهز دماغها بقلق. وتاني يوم باباها يجي ماسك العجلة ويقول لها: يلا يا بطلة، أنا ماسكها، خليكي وافقة. تركب نيلي العجلة، تتحرك شوية وفجأة تفقد توازنها وتقع. تزعل وتبص لباباها وتقول: أنا مش هعرف أتعلم. باباها يقعد جنبها على الأرض ويقول لها بحنان: اللي بيستسلم عمره ما هيوصل، جربي تاني وأنا معاكي. وتاني يوم تطلع نيلي لوحدها وتقول: أنا لازم أحاول تاني. تركب نيلي العجلة، تمشي خطوتين وتقع. بس المرة دي مامتها تجري عليها وهي مبتسمة وتقول: برافو يا نيلي، انتي النهاردة أحسن من امبارح. كل مرة بتقعي بتتعلمي حاجة جديدة. وبعد كذا يوم محاولات تيجي اللحظة اللي تغير فيها كل حاجة. نيلي تمشي بالعجلة مسافة طويلة من غير ما تقع وتصوت بفرحة: بابا، ماما، بصوا، أنا بعرف أسوق العجلة من غير ما أقع. باباها يسقف بفخر ويقول: أنا قلتلك إنك تقدري. وتقول مامتها: كنت متأكدة إنك هتنجحي. نيلي بتبصلهم بامتنان وبتقول لهم: أنا ما كنتش هعرف أعمل كده من غير تشجيعكم، والوقوع ما بيخوفش، الوقوع بيعلم. الأب والأم يبصوا لبعض بفرحة وتقول لهم نيلي: انتوا علمتوني إن الإصرار هو المفتاح اللي بيفتح باب النجاح.